بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم إن شاء الله غادي نقدم لكم طاجين تقليدي 100% بالخضر ولحم البقر، كيطيب على الفاخر وعلى المجمر. اللي ما عارفش الفاخر فهو الفحم الخشبي كيطيب على خاطرو، كيجي لذيذ وكنستعملوا فيه خضر متنوعة وصحي كذلك 100%. لنتابع جميعا طريقة التحضير. بسم الله، غادي نوضعوا اللحم ديالنا في الطاجين على حسب القدره الشرائيه ديال كل واحد. انا وضعت نصف كيلو. ثم غادي نضيف ليه بصله واحده مقطعه على شكل طولي او على شكل مربعات. غادي نضيفوا كذلك التوابل. غادي نضيفوا ملعقه صغيره من الخرقوم او الكركم، ملعقه صغيره سكنجبير او الزنجبيل، ملعقه صغيره ونصف من الملح. بالنسبة للإبزار نصف ملعقة صغيرة. غادي نضيف كذلك زيت الزيتون. ثم غادي نضيف الثوم، يعني غادي نضيفها بالقشره ديالها. يمكن لكم تقشروها او كذلك تجعلوها بشكل مهروس. ثم نضيفوا القليل من الماء، نصف كأس من الماء. فمن الأحسن ما نكتروش الماء. نسدو على الطاجين ديالنا ونخليوه يتشحر. اللحم ديالنا هي تشحرات مزيان على خاطرها. بعد ما كنا وجدنا الخضره من قبل، فاحنا وجدنا البازلاء او الجلبانه وكذلك 2 حبات من البطاطس وحبه واحده من الطماطم، قطعتهم بشكل طولي. بالنسبه للطماطم قطعتها بشكل دائري، وكل دائره قطعتها على 2 فعطاتني على شكل هلال. ثم رتبتهم بهذا الشكل اللي كتشوفيه باش يكون الشكل ديالها منسق وتعطينا واحد الشكل اللي هو رائع عند التقديم. في الوسط وضعت البازلاء كما كتشوفي، ثم قطعت الفلفله كذلك بشكل دائري وقطعت كل دائره الى نصفين، ثم وضعتها بهذا الشكل المبين، يعني باش يجي المنظر رائع ملي نقدموا الطاجين ديالنا. في الاعلى غادي نوضعوا القليل من المعدنوس ثم نرشوا الخضره ديالنا بشويه ديال الملحه وكذلك شويه ديال الابزار وشويه ديال سكنجبير. ملي تقرب الخضره ديالنا طيب نرش بشويه ديال الكمون. ملي نوضعوا جميع العناصر نغلقوا الطاجين ديالنا. ها هو طاب بالصحه والراحه. كنتمنى تعجبكم الوصفه وما تنساوش اشتراك ولايك. الى اللقاء.